السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وهذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في شهوة من شهوات حنان أم البنات. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هاد الفطائر أو رغيف العيد، أو الشعبيات، بلا قلي، في الزيت، معمرين بعقدة ومعسلين خطيرين في المذاق وشكل روعة، مورقين مقرمشين بلا بيض بلا زبدة، رغايف على حقهم وطريقهم واقتصاديين ومذاق لا يقاوم. اللي شافهم ضروري يطلب منك المقادير. هاد الفطائر هادو غاية في الروعة، يصلحوا الفطور العيد، تزيني بهم مائدة الإفطار ديالك، أو علاش لا حتى في الأيام العادية بلا العيد. صراحة هاد الشعبيات أو هاد الفطائر هادو غزالين بزاف، كي قلت لكم بلا قليان بلا زيت بلا غير في الفران، وبواحد العقدة اللي خطيرة ولذيذة بزاف. العقدة بكاوكاو ولكن تحلفي عليها إلى فيهم اللوز. صراحة واحد الحشوة اللي جد رائعة ومقرمشين، يعني طبقات. هاد الفطائر هادو او هاد الشعبيات هادو في غاية الروعة. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم كما كتجربوا الوصفات اللي كنحط معكم، وكتفرحوني بزاف فاش كتصيفطوا ليا الصور وكتقولوا لي جربنا وصدقت معنا الوصفه. والله العظيم الا كنفرح بزاف، هذا هو المبتغى ديالي. باغيه غير يعني تكونوا كيعجبكم الحال والمحتوى ديالي تكونوا كتستافدوا منه. هذا هو الاهم. والدعوات اللي كتدعوا معايا في التعاليق ديالكم، وملي وصلت هنايا كنبغي نرحب بالناس الجداد اللي دخلوا عندي، ناس من مصر والناس من الجزائر. مرحبا والف مرحبا بكم وشرفتوني. والله العظيم الا فرحت فاش كتخليو ليا تعاليق، كنفرح بزاف صراحه. والدعوات الزوينين اللي كدعيو معايا، خصوصا شي بنات مصريات، الله يجازيكم بالخير. يعني دعوات صراحه كتجيني البكيه والله العظيم. شكرا لكم بزاف بزاف، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا كتستافدوا من المحتوى ديال القناه. وندوزو لطريقه التحضير والمقادير في نفس الوقت. عندي هنايا واحد الاناء كندير فيه واحد الياغورت طبيعي بنفس القياس ديال الياغورت او العلبه، كنعبر بها كاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت وفاني واحده، وكنستعمل ايضا معلقه ديال الخل. كنخلط هاد المكونات ومع قبيصه ديال الملح لتوازي الذوق، وكنزيد الدقيق شيئا فشيئا، وكنضيف عليه كيس من خميرات الحلوى. هاد العجين هذا راه ما كيتعجنش، غير كيتخلط فقط. بالنسبه للدقيق انا كان عندي 450 غرام من الدقيق، يعني نص كيلو ديال الدقيق حيت منه 50 غرام، اي ربع 4 كؤوس ونصف من كأس ديال العنبه، العبار بكأس ديال العنبه. صافي كنخلط هكا كما كتشوفوا، يعني غير كنجمع، راه ما كندلكش هاد العجينه كيف قلت لكم، ما كتحتاج شي مجهود كتير ولا شي دلك ولا يعني شي تماره. صراحه راه كيوجدوا هاد الفطائر بسرعه كبيره، يعني بسرعه كتوجدهم، ما فيهمش قوه المقادير، ما كتدلكوش، يعني كيوجدوا بكل سهوله. صافي من بعد ما جمعت العجين كيف قلت لكم ما دلكتوش، شكلته هنايا الى 16 كويره كما كتشوفوا، وكنحطهم هكا على جنب حتى كنسالي التشكال ديال هاد الكويرات هادو كاملين. عاد غادي ندوز نبسطهم. صافي من بعد ما شكلت هاد الكويرات هادو، راه ما خليتهم يرتاحوا ما والو، يعني غير ما بين جمعت ديك طاولات العمل وجدت مايزينا وجدت داكشي. صافي هنا كما كتشوفوا كناخذ المايزينا، ندوز فيها هاد الكويرات هادو في هاد المايزينا، عاد كنبسطهم. وما بين كل كويره وكويره، او كل يعني كل حبه كنبسطوها كنرشوا بالمايزينا، وكان يعني كنوفيو المايزينا ماشي غير رشه خفيفه لا، باش يجيوكم مورقين. يعني ما بين ورقه وورقه كنرش المايزينا. صافي كنبسط الاخرى عاود وكنرش بالمايزينا وكنضيفها على الاخرى، وانا غاده بحال هكا، يعني حتى كنكمل 16 كويره اللي عندي كلها.
صافي من بعد ما كملت الطبسات ديال هاد الكويرات هادو، ها نتوما كيف كتشوفوا. دابا غادي نرش بالمايزينا، طبعا كنرشو غير بالمايزينا بلا دقيق. صافي كنسرح هاد العجين هكا، كنبسطها وكنبغي نعطيها، يعني خصنا نعطيوها الطوع ديال مستطيل. كنحاول انني نقادها مع الجناب وكنرش بالمايزينا، طبعا الاستعانه بالمايزينا باش كنتفادى انه ما تلصقش ليا هاد العجينه في طاوله العمل. صافي ها نتوما كيف كتشوفوا، من بعد ما بسطتها على شكل مستطيل، صافي كنبدا نجمعها وكنروليها بحال هكا تماما، بحال اللي كنديروا لي شنيك، يعني كتجمع بحال هكا. هنايا في هذه الحافه الاخيره كندهنها هكا بدهينه خفيفه ديال الماء باش تلصق ليا العجين مع بعضها. صافي كنحاول انني نقرص العجينه بحال هكا باش ما تحلش ليا، وكنروليها غير واحد شويه. صافي دابا هنايا غادي نجيب السكين، غادي نقسم هذا الحربول على اثنين، وكنوريكم هنايا الطوراق. نتوما كيف كتشوفوا الطوراق جاو مورقين. صافي كنقسم هكا، يعني كل السمك ديالو تقريبا سنتيم واحد. صافي هنايا هي العقده ديالي اللي استعملت فيها كاوكاو اللي سلقته في الماء، طلعت مع الغليه وطفيته خليته كيستقطر. من بعد قليته في الزيت وحتى نشف ليا، طحنته الطحنه الاولى والطحنه الثانيه، طحنت مع 5 المعالق ديال السكر سنيده، زدت عليه نص معلقه ديال القرفه وايضا معلقه كبيره ديال الماء الزهر. خلطت هذا الشيء كله صافي وشكلت منهم دوك الاصابع، ولكن حشوارها كتجي رائعه جدا مع هاد الفطائر هادو. صافي كما كتشوفوا كناخذ دوك يعني دوك الدوائر او دوك القطع اللي قطعت، كنبسطها يعني بالدلاك، وصافي كندير في وسطها واحد الصبيعه من ديك العقده اللي وجدت معكم. وهنايا الجوانب كندهنهم بالماء باش تلصق معايا العجينه وما تحلش ليا في الفران فاش تكون كطيب. صافي كنشد لها هكا الجوانب وكنقرص عليها باش ما تحلش ليا، وهو الشكل النهائي كيجيو لنا بحال الميني باغيت. كنعاود معكم وحده اخرى، كيف ما قلت لكم كنسرح العجين بحال هكا، ما تسرحوش رقيق بزاف وما تخليوهش غليظ كتكون فيه اللبابه. صافي كنديروا فيه واحد الطريف من العقده اللي صايبت معكم، كندهنوها بالماء دهنه خفيفه وكنلصقوا العجين. هنايا استفتهم بصفيحه الفرن، غادي ندهنهم بالزبده المذابه مزيان، وغادي ندخلهم الفران اللي كنت سخنته من قبل، والعافيه على 120 درجه. صافي هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما تحمروا ليا من التحت باش نهبطهم، تحمروا طابو باش يعني نحمرهم من الفوق، دهنتهم تاني مره تانية بالزبده المذابه، وغادي ندخلهم يتحمروا في الفران. ضروري ما انكم تدهنوهم 2 المرات. وها هما الفطائر ديالنا كيفاش جاو رائعين، الشكل ديالهم رائع. وهانتوما الطوراق كيفاش جا، تقولوا مصايبين بالعجين المورق، جد رائعين وهشاش، واحد المذاق يا سلام ما نقولش لكم. صافي هانتوما كيف كتشوفوا هما باقي سخانين، يعني يلا حيدتهم من الفران. كنجيب هنايا العسل وكان يعني كنخوي عليهم بحال هكا العسل. العسل سخنت واحد شويه، يعني ماشي بزاف تيسيح ليا، يعني غير شويه باقي شاد فراسو. هاد العسل صنع منزلي، كنت صايبت به الشباكيه وبقى ليا في الثلاجه، به اللي دهنت. وهانتوما كيف كتشوفوا بعد ما دهنتهم وتشربوا ليا داك العسل، هنايا كنزينهم هكا بالفستق في الوسط فقط. نتوما يمكن لكم تزينوهم باللوز كونكاسي ولا كاوكاو ولا جنجلان، الا كان يعني على حسب الاستطاعه اللي عندكم. صافي انا زينتهم هكا بالفستق، ويعني رشيت عليهم هكا شويه ديال الورد البلدي هكا للتزيين فقط، او الجماليه ديال هذا الوصفه هذه. الصراحه راهم كيجيو رائعين هانتوما كما كتشوفوا، ومعسلين ومورقين ومذاق ولا اروع. واهم من هذا الشيء هادو صحيين، يعني ما مقليينش في الزيت،
طايبين في الفران. وهانتوما من بعد ما زينتهم بالورد البلدي زاد لهم واحد الجماليه زوينه لهاد الوصفه هذه او لهاد الفطائر هادو. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمناكم تجربوهم للفطور ديالكم ديال العيد. صراحه راهم جد رائعين والتقديم ديالهم رائع، يعني كيزينوا المائده صراحه. احسن الوصفات او احسن الفطائر اللي جربت صراحة، جد رائعين جدا جدا. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتخليو لي تعاليق كما ديما، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه وتشجيعاتكم. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تفعلوا الجرس، تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. الا كان هذا المحتوى ديال القناه كيعجبكم وكتستافدوا منه. وكنبغي نرحب حتى بالبنات اللي قدام معايا، شكرا لكم بزاف. وعلى التعاليق ديالكم الزوينه والمشاهده ديالكم والمتابعه ديالكم، الله يحفظكم ليا وشكرا لكم بزاف. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا الا كان عجبكم اشتركوا مع الاصدقاء ديالكم، بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم ومع الاحباب الا كان ممكن، فضلا وليس امرا. وهانتوما كيف كتشوفوا حليت معكم وحده من الداخل، هانتوما كيف كتشوفوا جات بواحد العقده اللي رائعه جدا وطبقات. ويعني شنقول لكم، نعيا ما نمدح في هاد الفطائر هادو او نشكر فيهم، ما غاديش يعني نعطيهم حقهم حتى تجربوهم وتذوقوهم وتشوفوا القرمشه والمذاق. مع السلامه، الى